أعزائي الأعزاء، السلام عليكم. في الفيديو هنعرف كيف تمكنت العاهرة اليهودية سالومي من قطع رأس نبي الله يحيى عليه السلام. تعال نشوف الحكاية بدأت إزاي. في الوقت كان منتشر عبادة الأصنام، وكان على رأس روما إمبراطور دموي شرير شاب مغرور اسمه أجريبا. خرج على أهله في أحد المرات وهو متباهي، فبص له أحد الوزراء وحب يعرض له زي ما بيعرضوا دلوقتي لكتير من الرؤساء. فالوزير قال له: إن والله إني أراك إله، يعني أنا مش شايفك غير إله، والمفروض إن الناس تعبدك. ده كان وتر حساس، أو لعب على وتر حساس كان جوه أجريبا. فأمر بعبادة الإمبراطور إلى جانب عبادة الوثنية، وأمر الناس إن هي تقدم له يعني الذبايح. أجريبا كان متجوز من واحدة كانت يهودية، وكان عندها بنت من زوج قبله كان اسمها سالومي. كانت فتاة يعني تقدر تقول إن هي مستهترة. أمها علمتها فن الإغراء، علمتها كل شيء. في الوقت كان نبي الله اسمه يحيى. ما عجبوش عبادة الإمبراطور، ما عجبوش عبادة الأوثان، وبدأ يدعو الناس لعبادة الله الواحد القهار. وصل الموضوع للإمبراطور أجريبا، فأمر بالقبض عليه. وفي أحد المرات كانت سالومي بتحب تتدخل في أمور السياسة، فنزلت تشوف السجون، فبصت تلاقي الزنزانة عليها 4 من الرجال الأقوياء، يعني 4 حراس أقوياء. فبصت واستغربت وسألت المستشار بتاعها أو الوزير اللي كان موجود: مين اللي موجود جوه الزنزانة دي؟ فقالوا لها: ده شاب اسمه يحيى. فقالت له: ما أنا عاوز أشوفه. فلما شافت يحيى فتنت بيه، كان جميل جدا وكان وسيم. حاولت تتجرب منه ولكنه صدها ورفضها تماما، فحاولت تغريه بكل الأشكال وكل الطرق، لكنه لم يلتفت لها تماما. فذهبت لأمها وقالت لها: أنت علمتيني عقول الرجال وإزاي ألعب عليها وإزاي أفتنهم، بس الشخص الوحيد اللي أنا حبيته رفضني. فقالت لها يعني مين الشخص ده؟ فقالت لها: يحيى. فقالت لها: أنت عملت إيه؟ قالت له: ذهبت للزنزانة بتاعته وأغريته، لدرجة إن أنا اتخليت عن كل ملابسي قدامه ورفضني، زي بالظبط يوسف ما رفض امرأة العزيز. وإن كان يوسف هم بامرأة العزيز، فيحيى لم يهم بسالومي إطلاقا. وكانت من ضمن معجزات يحيى إن هو الشخص الوحيد الذي لم يرتكب فاحشة ولم يهم بها أصلا. علشان كده لما تم ذكره في القرآن وربنا بشر سيدنا زكريا بيحيى، قال في معناه انه لم يجعل له سميا، يعني ما فيش حد هيكون شبيه ليه. فجربت امها من سالومي وهمست في ودنها ببعض الكلمات. وفي احد الاعياد كان الرقص منتشر في الامبراطوريه الرومانيه، وقدام المستشارين والقاده والامبراطور اجريبا دخلت سالومي القاعه، وكانت لابسه 7 أوشحة، يعني 7 قطع من الحرير، وبدأت ترقص. وفي كل رقصة بدأت تخلع واحد مشاح منهم، يعني ترمي قطعة منه على الأرض لحد ما بيجيش فيه غير وشاحين بيغطوا العورتين بتاعتها. فخلعت واحد منهم ورمته، وبدأت تتمايل، وبدأ لعاب القادة والمستشارين يسيل عليها لأنها كانت مثيرة جدا. ولما جربت من الإمبراطور أجريبا خلعت القطعة الباقية وبقت عارية تماما، وجربت منه. فبص لها وقال لها: لو طلبت نص ملكي في هذه اللحظة أعطتك إياه، يعني أديك نص ملكي لو أنت طلبت دوت. فجربت منه وهمست في ودنه وقالت له: على طبق من فضة. فما فهمش، فقال لها: إيه اللي على طبق من فضة؟ فقالت له: رأس يحيى على طبق من فضة. وما هي إلا لحظات حتى توجه الحراس إلى زنزانة يحيى وقطعوا رأسه تماما، ووضعوها على طبق من فضة وقدموها للإمبراطور اللي بطبيعة الحال قدمها لسالوم. إيه اللي حصل بعد كده وانتقام ربنا؟ اللي حصل بعد كده كان فظيع. في أحد ليالي الشتاء القارصة كان التلج مغطي كل روما، حتى الأنهار كانت متغطية بالثلوج، وكانت سالومي بتمشي بالليل. فسقطت، يعني تشققت الارض وسقطت في الماء، ما بقيش في يعني فوق غير راسها. فضلت تتعذب بين الحياة والموت وبين التجمد فترات طويلة جدا، لحد ما انفصلت راسها عن جسدها
وبدأت الرياح تتطوحها يمين وشمال زي ما قطعت رأس يحيى تطوحتها الرياح، يعني رأسها اتقطعت وبدأت الرياح تجيبها يمين وشمال. أما أجربة فصابه مرض غريب، كان كل ما يغسل جلده يطلع دود منه ويبدأ ياكل في جلده، واجتمعوا الأطباء من كل مكان علشان يعرفوا المرض دوت محدش عرف، وحاولوا يعالجوه بكل الطرق. وكان كل ما يحاول يغسل جسمه كل ما انتشرت الديدان في جسمه أكتر وأكتر وأكتر. كان بداية مرض الجرب والعياذ بالله. علشان كده طلعت مصطلح الجرب من أجربة. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل ان الدود فضل ياكل في لحمه وعظمه لحد ما اختفى تماما والعياذ بالله. وكان دوت جزاء اللي عمله في يحيى عليه السلام. إيه لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل متابعة وتعمل لايك. السلام عليكم اصحابي.